تكون نادرة. ويا رب أنا بقول يا رب ما يتغير، يا رب يضل بهالسعادة هو بيجيب يا رب. لأنه يمكن أنا وقت قالوا لي إنه هو كان عايش بأمريكا أو مش عارفة وين كان عايش بأمريكا. نعم. بقول ما زال جديد على العالم العربي، ونحن طبعا نحن بنحاول كتير نعقد الأمور، فبالتالي كتر التعقيد للأمور بيخلينا مش صادقين، مش صريحين، مش على طبيعتنا. أنا بتعرف شكل المقاومة اللي بقاومها لتضل ابقى على طبيعتي، وأنا مش على طبيعتي 100%. نعم. أنا عندي بالتأكيد شوية حذر أخذته بغصب عني، مع أني أكره كون مثل ما بدك أو مثل ما بدهم أو بحب كون مثل ما بدي أنا وبس. نعم. ولكن اضطريت لأنه أنا عايشة بهالعالم العربي اللي حاببته بيساعد إنه لليوم هو مثل ما بده، يا رب ما يتغير ولا نقطة، يبقى هيك بهالانرجي ومشانه. وطبعا هو واحد يسمع ويسمع النصيحة من الفنانة. لا هي مش نصيحة، هي أمنية، يعني مش نصيحة. أنا ما بحب أنصح حدا ولا حدا ينصحني. لا نحن أمنية بنتمناها عليه لأنه هو بيجيب لنا سعادة. نعم. فمنه بالتأكيد ناس كتير كمان زاد تعلقها باللهجة المغربية. حيث لاحظنا في الآونة الأخيرة تبارك الله فنانين عرب ولو كلهم تيغنيوا باللهجة المغربية.